أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. النهاردة اليوم 22 والرقم أو العدد 22 اللي بيمثل لنا العدد 100. العدد 100 هو العدد رقم 22 في الترتيب بتوع 30 رقم أو 30 عدد اللي موجودين في القرآن الكريم. والعدد 100 له مدلول كبير جدا. احنا لما نيجي نتكلم على 100 أي حاجة كاملة بنقول عليها 100 من 100. دي حاجة 100 100، دي حاجة زي الفل كاملة 100، والكمال لله وحده. 100 أو العدد 100 ذكر في القرآن الكريم 6 مرات. 6 مرات بعدد الأيام التي خلق فيها الله السماوات والأرض، 6 أيام. الكمال لله وحده، خلق السماوات والأرض في 6 أيام. والمية الكاملة اللي بنقول عليها الكمال ذكرت هذا العدد 6 مرات في القرآن الكريم. طب ما تيجوا بقى نشوف نفكك هذا الرقم. 100 يعني 10 في 10، و10 برضو كاملة، حاجة بتقول 10 من 10، حاجة كاملة، يبقى 10 في 10. وتيجي نشوف 100 تاني، 50 في 2. 50 لما نيجي نبص على كلمة 50 دي نشوف كلمة تساوي 50، نلاقي كلمة مساجد. مساجد تساوي 50. 2 اللي هيصلي مين؟ اللي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في المساجد. وهنلاقي 4 في 25. 25 رسول ونبي الذين ذكروا في القرآن الكريم في ال4 اتجاهات بتاعة الكرة الأرضية، الشرق والغرب والشمال والجنوب. سورة البقرة ذكر فيها العدد 100 3 مرات. سورة الأنفال ذكر فيها العدد 100 مرتين. سورة النور ذكر فيها العدد 100 مرة، يعني 3 2 1. تعال جمعهم تلاقيهم 6. اضرب 1 في 2 ب2 في 3 ب6. طب ما تيجوا نشوف ترتيب سورة البقرة رقم 2، سورة الأنفال 8، سورة النور 24، 2 8 24. نجمعهم مع بعض نلاقيهم كام؟ 34. و34 انت بتسجد 34 سجدة، 17 صلاة، 17 ركعة، 5 صلوات، 17 ركعة. كل ركعة 17 بتركع 17 وبتسجد 34. و4 في 3 ب12. عدة الشهور عند الله 12 شهرا. أرقام. اتكلمنا عن الآيات واتكلمنا عن الصور، نتكلم على عدد الآيات للصور التي ذكر فيها العدد 100. هنلاقي كده بالظبط
سورة البقرة 286، سورة الأنفال 75، سورة النور 64. لو جمعناهم مع بعض يطلعوا 425. أربعة اتنين خمسة، 4 و2 6 و5 11. لو جمعناهم مع بعض 11، وال11 دي التوحيد، الله الواحد الأحد. 425 لو قسمناهم على 5 أركان الإسلام وال5 صلوات يطلع 85. 85 لما قلنا المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت 85 تساوي الإسلام. الإسلام لما نيجي نحولها الكود أو نحولها نترجم الكلمة لكود هيطلع 85. وقلنا الإسلام ب85، الدين ب85، الحياة 85، الزمان 85، قرية 85، حتى اللسان الذي سينطق الشهادتين ب85. إذن هناك ربط ما بين الأرقام. طب وال85 نضربها 5 في 8 ب40 هنلاقي عمر الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هل في صور في القرآن الكريم عدد آياتها 100؟ مفيش. لكن الصورة 100 اللي رقمها 100 في القرآن الكريم هي سورة القارعة، ميزانها 100. سورة القارعة الوحيدة في القرآن الكريم التي ميزان الكلمة ألف لام قاف ألف ر عين ت مربوطة بتساوي 100. السورة التي رقمها 100 في القرآن الكريم في عدد السور في الترتيب رقم 100 عايز اسمع صح. العاديات، سورة العاديات ترتيبها في المصحف رقم 100. عدد آياتها 11. عدد كلماتها 40. قلنا 5 في 8 بكام؟ ب40. نيجي بقى لسورة القارعة. القارعة أيضا 11 آية. السورة اللي بعدها العاديات القارعة، دي 11 ودي 11، دي 100 ودي 101. بس القارعة 101 لما تيجي تترجم كلمة 101 دي هتلاقي كلمة عبد الله 101، وهتلاقي عدد الآيات 11 وعدد الكلمات 36. احنا قلنا 40 فوق عمر الرسول، وال36 لو قلبتها تلاقيها 63 عمر الرسول الذي عاشه في هذه الدنيا 63 سنة. أسماء الله الحسنى 3 أسماء من أسماء الله الحسنى لما تيجي تحولها الكود تطلع 100. القوي بحسبها كده على الآلة الحاسبة، القوي تساوي 100، المقيت تساوي 100، الغفور تساوي 100. الله القوي الجبار المتين
المقيت الذي بيده القوت للعباد، المقيت الذي بيده القوت لعباده. وما من دابة على الأرض إلا وعلى الله رزقها. الغفور هو الغفور الرحيم. وعشرة في 10 ب100، يبقى احنا لازم نقف هنا. لما كنا بنتكلم على الانعاش القلب الرئوي قلنا ان انت once start don't stop، مش هتبدا يعني بدات تعمل CPR، بدات تعمل انعاش قلب رئوي، لن تتوقف. بس احنا قلنا هنتوقف في حتتين. الاولانيه والجهاز بتاع الصدمات بيحلل، والتانيه وانت نازل بالمريض بتاعك من على ايه؟ من على السلم. والسلم 10 درجات بتوع السلم هم دول 10 ثواني اللي هتحطه على البسطه وتبدا تعمل ايه؟ CPR، او هتكمل دوره الانعاش القلب الرئوي في انقذ حياه. القاكم بكره في العدد 200 ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.